ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الحقيقه يا جماعه انا شفت فيديو مستفز جدا على النت عن طريقه اكل الموز بالاتيكيت. يعني انا اول ما شفت الفيديو اتعصبت كده واتضايقت، اللي هو ايه ده؟ انا هعمل كل ده عشان اكل موزه؟ ولكن بعد كده يا شباب لما رجعت نفسي اتلقيت ان انا غلطان. ليه بقى؟ لاني خلينا واقعيين يا جماعه في النقطه ديت. يعني معلش خلينا نتكلم بالحق. يعني دلوقتي انت مثلا لو بتخش مطعم مع قرايبك او كده بتتحرج ان انت تاكل قدامهم بطريقتك العاديه. انت في بيتك مثلا بتاخد راحتك وتاكل زي ما انت عايز، ان شاء الله تاكل بايدك حتى لكن وانت مثلا مع قرايبك في مطعم او معزوم عندهم بتتحرج ان انت تاكل بالطريقه دي، وبتضطر ان انت تاكل بالاتيكيت عشان منظرك قدامهم ما يبقاش وحش. وبالذات برضك لو انت مثلا في مطعم، لو انت بتاكل في مطعم وفي 10 20 واحد قاعدين حواليك على ترابيزات، بتبقى محرج ان انت تاكل قدامهم عادي كده، وبتضطر برضك للاسف ان انت تاكل بالاتيكيت. انا ليه بقول للاسف؟ لان طريقه الاكل بالاتيكيت بتبقى يعني متعبه شويه ومش بتخليك تستمتع بالاكل. خلينا واقعيين في النقطه ديت. هي بس الفكره كلها ان هي بتخلي منظرك حلو قدام الناس. يعني انت بتبقى مجبر بس عشان منظرك مش اكتر. يعني خاصة برضك لو انت في اجتماع، مثلا في اجتماع مهم في شغل او كده، الموضوع بيبقى صعب ان انت تاكل بالطريقة العادية. طيب فانا قلت ايه؟ اذا كان الناس بتعمل كده قدام العدد القليل ده، ما بالك انا وانا عندي اكتر من 500 الف واحد بيتابعني؟ ازاي اطلع قدامهم وانا باكل بالطريقه الهمجيه ديت؟ ما ينفعش خالص يا جماعه، ما ينفعش خالص. طبعا ما ينفعش خالص. انا دلوقتي وانا قاعد باكل لوحدي ومحدش شايفني، ولكن في الاخر الفيديو بيتعرض بابليكلي. بقى حلوه بابليكلي ده انجلش يا شباب، انجلش على مستوى عالي. اصل احنا ما خدناش، يعني احنا ما، بصوا يا جماعه، احنا المدرسين بتوعنا ما تعبوش معانا على الفاضي. احنا مش يعني ما درسناش الكلام ده على الفاضي. ما هو انت بتدرس انجليزي عشان يعني عشان بابليكلي بابليكلي. المهم يعني يعني انا بقى الفيديو في الاخر بيتعرض بابليكلي قدام الناس، فما ينفعش ان انا اكل بالطريقه الهمجيه ديت. تمام. فعشان كده يا شباب انا قررت ان انا النهارده هجرب ان انا اكل الموز بالاتيكيت. انا مجهز اهو، معايا شوكه وسكينه وجاهز اهو. هاكل ان شاء الله الموز بالاتيكيت. طبعا قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه مش مشترك، وشوف فيديو جيمنج اللي في الديسكريبشن. ويلا بينا. ما تعرفش فيديو جيمنج دايما كده في كل فيديو رخامه كده بلزق لك فيديو جيمنج، ما تعرفش ليه؟ يعني ده عشان الناس اللي بتحب يعني الجيمنج برضك، بقى انا قدمت لهم كل المحتويات يعني اللي بيحبوها. تمام. الفيديو في الديسكريبشن ما تنسوش. يلا بينا. طيب بصوا يا جدعان، لا هو مش كده. هو مش كده. لا انا كنت مش انا مش باكل سمك مثلا لا مش كده، ما بتتعملش كده. لا يا استنى يا جماعه، مش هفتكر بس الطريقه. اول حاجه بنقوم راشقين الشوكه في قلب الموزه. لا مش بنرشقها، لا يعني بس ايه، امسك بيها الموزه. بس بمسك بيها الموزه كده، اثبت الموزه عشان ما تجريش. تمام. وبعد كده بقوم ماسك السكين، دخلت في معلش. وبعد كده بقوم ماسك السكينه واقوم ايه، قاطع الحته اللي هي اللي في الجنب دي. شايفين الطراطيف اللي من اليمين والشمال دي؟ لازم بقطعها. تمام. اقوم قاطع الطرطوفه اللي هنا. يا سلام اهوت. تمام. واقوم قاطع وانا ماسك بردك، وانا ما زلت ماسك الموزه، اقوم لففها بقى. يا سلام حلوه دي. ممكن اقوم لففها كده بالراحه بس عشان الموزه ما تت ايه لا لا يا جدعان، انا نسيت خطوه. انا نسيت، مش بقول لكم مش هتعود على الاتيكيت ده. كان المفروض الاول قبل ما اعمل كده بنقطع الموزه من النص يا جدعان. انا ناسي خالص. طب هل هتفرق؟ يعني انا لو قطعت دول الاول بعد كده عشان ما هي يعني يا شباب مش هتفرق كتير. عامه ما فيش مشكله، يلا احنا فيها. يعني يا جماعه مش ظابطه معايا والله. ماشي اهي. ايوه تقريبا يا جماعه اتقطعت. ايوه الله ينور. تمام. لا تمام. نقطع بقى البسبوسه اللي في الجنب التاني، اللي هي الحته دي. يا سلام عليا وانا باكل في الاتيكيت. حلو قوي يا جماعه. قطعنا الطراطيف، قطعنا الموزه من النص. مية مية. الخطوه ايه ده؟ لا على فكره المفروض الشوكه ما كانتش المفروض ترشق، بس هي رشقت. انا عاملاه ايه، نصيبها كده. بعد كده يا جماعه المفروض ان انا بقشر الموزه. عدوا معايا يا جماعه، انا بقالي قد ايه في الموضوع ده؟ يعني انا كل ده في موزه واحده يا شباب. بس معلش، هو عارف يعني ايه، في مثلا يقول لك ايه، المضطر يركب الصعب، او اللي جبرك على المر اللي امر منه. ما هو انت يعني انت لو ما اكلتش بالطريقه ديت منظرك هيبقى وحش، هتبقى فضيحه، منظرك هيبقى وحش قدام الناس. ما ينفعش. انا بقول لكم بيتابعني اكتر من نص مليون بني ادم. طيب او هنقشر بقى يا جماعه الايه، الموزه. يا سلام. بصوا
العمليه سلسه على فكره يا جماعه. الموضوع بسيط وما هوش صعب يعني. هو الموضوع لو صعب نقول ماشي يعني بلاش منه، لكن هو الموضوع مش صعب. يعني لغايه دلوقتي انا عملت ايه؟ انا بعمل والله اللي اتقال في الفيديو بالظبط. بس الموزه ماشي، حلو ماشي. في امل هي بس الموزه اصل قشرتها تخينه شويه، حاجه في قمه الرخامه. الموزه قشرتها تخينه شويه يا شباب لاجل حظي. لا انا مش، بص يا شباب انا كده يعني انا مش مصدق. خلاص قلعنا الموزه، قصدي يعني قشرنا الموزه. يعني الحمد لله تمام. بعد كده يا شباب نبدا ناكل موزه. يا مسهل يا رب. نبدا بقى هنقوم قاطعين طرطوفه كده صغيره، طرطوفه نونو. ما ينفعش ناكلها بالسكينه كده، انا عملت ده غلط. الصح ايه؟ ان احنا بنقطع طرطوفه كده صغيره، حلو قوي. وبعد كده اقوم ماسكها بالشوكه. تمام يا جماعه. وحسب يعني اللي شفته في الفيديو ان ما ينفعش نتكلم واحنا بناكل الموزه. يعني ما ينفعش انا ابقى بتكلم كده، ما ينفعش اقول لكم ايه اعملوا لايك وانا باكل الموزه. لا ما ينفعش. الصح ايه بقى؟ ان انا اعمل كده. اعملوا لايك كده، اكل الموزه الاول بعدين اتكلم. وما ينفعش ان انا اقطع حته تخينه كده، ده مش من الاتيكيت. ايه ده؟ ايه الهمجيه دي؟ انت مش بتاكل مارشميلو، انت بتاكل موز، فما ينفعش كل ده حته موزه في الشوكه كتير. غلط طبعا. وما ينفعش خالص اللي انا عملته ده يا جماعه. ما ينفعش انت تاخد قطعه كبيره من الموز كده في بق واحد، ما ينفعش. في ناس طبعا هتقول لي طب ما انت يا فادي عملت كده. اقول لك لا يا حبيبي، انا بدي لك مثال، انا بعلمك. انا رفعتها عشان اتاكد ان انا برضك المره الاولانيه الخطوات الستبس في خطوه عملتها قبل خطوه، فانا عايز اتعلم في واحده تانية. للاسف يا شباب اكتشفت ان انا عملت اول موزه غلط خالص، لاني اتضح وانا كنت استغرب هي ازاي بتقطع الموزه وهي مش شايفاها. اتاري تطلع بنقطعها من الناحيه اللي عندنا. انا عكيت الدنيا خالص. اهو كده. كده سهله يا جماعه، كده سهله. انما اللي في الاول ده انا حتى كنت مستغرب انا بعمل كده ازاي يعني. كده سهله جدا. وسهل بقى ان انا اقطع الحته دي كده، تمام، واقطع الحته دي كده، تمام. وبعد كده ايه؟ اقوم عامل كده. تصدقوا التقشير سهل برضك اهو، مش صعب يعني. ممكن لما اقشر من ناحيتي الموضوع مش صعب يا جماعه، الموضوع مش صعب خالص. يا لهوي يا لهوي، ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ الموزة. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هعمل ايه؟ اقوم عامل كده، اقوم عامل كده. بلا اتيكيت بلا نيله. كل ده عشان اكل موزه؟ حرام عليكم. انتم مصدقين نفسكم يا جدعان؟ الناس بتوع الاتيكيت انتم مصدقين نفسكم؟ انتم مصدقين ان احنا هنعمل اللي انتم بتقولوا عليه ده؟ حرام عليكم. ده انا في ناس كاتبالي في الكومنتات اتيكيت ايه ده، احنا بناكل موز ايدكم. بس الصراحه يا جماعه الله يقرفكم. ايه ده يا جدعان؟ معلش انا اسف في الكلمه. اي نعم انا ضد الاتيكيت، بس ضد برضك الناس اللي بتاكل الموز بقشره. ليه؟ ايه يعني؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف؟ لا مش للدرجات دي يا جدعان، مش للدرجات دي. انت بتاكل موز كده يعني؟ مش للدرجات دي يعني. لا يا جدعان ما تقفروش اللي بناكل الموز بقشره. بس انا ضد جدا الاتيكيت، وضد الناس اللي بتتفزلك. يا جماعه الامور سهله يا جماعه. الموزه بتتاكل بالايد اساسا. ايه اللي انتوا بتقولوه دوت؟ وبعدين مرة شفت بقى، بصوا بقى الفزلوك الكبير. مرة شفت واحد بيقول لك ايه، انه هيقشر الموزة بدل على 3 مرات على مرتين. قال يعني بدل ما هيعمل كده ادي خطوة، ادي الخطوة التانية، ادي الخطوة التالتة، هيقشرها على مرتين. طيب هيقشرها على مرتين ازاي بسلامته؟ يقول لك ايه،
هنقوم دايسين على البسبوز اللي ورا، بدل ما هنفتح من قدام هندوس على البسبوز اللي ورا كده، نفعص كده. تمام. وبالتالي لما نيجي نفتح كده يبقى احنا قشرنا الموز على مرتين. يعني المفروض ان هي كده، بس ما اعرفش اتقطعت زياده، مش مشكله. المهم يعني قال يعني هنبقى قشرنا موز. يا اخي اتلهي يا اخي، ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ ما تجنوناش يا جدعان، ما تجنوناش، ما ينفعش كده يا جماعه، ما ينفع. مش كل واحد قاعد فاضي على السوشيال ميديا يقعد يهبد لنا. عايز اوجه رساله بس للناس بتوع الاتيكيت. الموز بيتقشر بالايد وبيتاكل كده. اقول لكم على حاجه بس ما تتريقوش عليا. انا زمان ما كنتش باكل الموز كده. بصوا، كنت بعمل كده زمان لما كنت صغير في ابتدائي، كنت بعمل كده، وكل واحد على الوحيدة. صدقوني الراجل على لوحده، معرفش ليه، معرفش ليه كنت بعمل كده. اكتب لي في الكومنتات حد فيكم كان بيعمل الحركة المستفزة دي ولا لا. في ناس هتقول لي للمرة التانية فادي ايه الهدف من الفيديو ده؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف.